ايجيبت. محمد رمضان لابس بدلة رقص وكمان في مهرجان عالمي، ومش بس كده، دي صحافة إسرائيل نفسها ما عجبهاش الكلام وطلعت انتقدته، بس هو ما سكتش وطلع رد وقلب الترابيزة على الكل، وكمان مش شايف نفسه غلطان. تعالوا نشوف محمد رمضان قال ايه والصحافة الإسرائيلية قالت ايه وهو عمل كده ليه أصلا. إطلالة محمد رمضان في كوتشيلا تصدرت العالم مش بس السوشيال ميديا، لما ظهر ببدلة شبه بدلة الرقص الشرقي وفيها تفاصيل غريبة وكأنها مستوحاة من ملابس الستات اللي بيحبوا يرقصوا. واللي زود الموضوع إن المهرجان كان عالمي في أمريكا ورفع كمان هناك علم مصر. الصحافة الإسرائيلية شافت ده وانتقدت الظهور وقالت إن لبسه شبه ملابس الرقصات اللي بيحبوا يبينوا بطنهم، إن صورته بقت مادة مشتعلة على السوشيال ميديا واعتبروها إنها إهانة كبيرة لمصر. لكن محمد رمضان ما سكتش وقرر يرد على الكل ويسكت الجدل، ونزل منشور على حسابه الرسمي فيسبوك بيوضح فيه هو عمل كده ليه ولبس كده ليه، وقال لبس في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة مراز، والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة ومصنوعة من العملة المصرية الفضة وعليها كيب اسود فرعوني. وبذكاء خلص كلامه بسؤال مستفز اللي انتقدوه، قال لهم السؤال الحقيقي يا اسرائيل، هل علم مصر في امريكا فرحكم ولبسي هو اللي زعلكم؟ واللي حصل ان رمضان بدل ما يدخل في دفاعات مع النقاد رد عليهم بطريقة غير مباشرة كأنه بيرد على الاسرائيليين من خلال التركيز على شيء اهم وهو علم مصر اكبر مهرجان عالمي. انتوا شايفين اطلالته كانت خطوة فنية محسوبة ولا فعلا ده كان اكثر من الجدل المتوقع؟ سيبولنا رأيكم في الكومنتات واستنونا في خبر خفيف وجديد.